إخواني العمال أخواتي العاملات جنود الحراك المبارك، مازال مكملين في القصة ديال الحراك المبارك ديالنا واللي وصلنا فيه الوقفة 24 المزاولين و94 المتقاعدين. قبل ما نقول أي حاجة على الوقفة بغيت نهنئ جميع المناضلين والمناضلات في المغرب بخروج أخونا حسن الخيراوي اللي تم الحكم عليه بالبراءة اللي ما عمر شي واحد فينا ما كان كيشك فيها. بغيت نهنئ لثاني مرة الإخوان المناضلين والأسرة ديال الأخ حسن الخيراوي، وبغيت نقول لخونا حسن باللي ساحة النضال فرحانة ومفتخرة أنك غادي ترجع ليها يا أسد النضال. المهم الإخوان الوقفة هاد المرة كانت مختلفة بزاف وكانت عامرة ديال بصح كيف ما كتشوفوا. هاد الوقفة هادي عرفات حضور كبير للأخوات المناضلات اللي معنا في الشركة، كنبغي نوجه لهم تحية وكنبغي نشكر أي واحد ساهم في إنجاح هاد الملحمة اللي غادا تبقى إن شاء الله للتاريخ. الإخوان هادشي كامل الحمد لله جاب سبب الخطوة ديال الشارع اللي بدينا بها واللي بينات أن كاينين بزاف ديال الناس مآمنين بالحراك غير هما كان عندهم بعض التخوف. كنظن باللي نزلوا اغلبيه لساحه الحراك باش يعرفوا هاد العزيمه والصمود والقوه منين جايين. اخوان بغيت نوصيكم النضال كيبغي الصبر وبزاف ديال الصبر، وضروري من الحكمه والعقلانيه. اهم الحوايج اننا نخليونا متحدين اليد في اليد، نخدموا الحكمه ونستشاروا في بعضياتنا، وضروري ما غادي يجي النهار اللي غادي ننتصروا فيه. المهمه ديالنا اننا نقيو هذا القطاع اللي حنا خدامين فيه واللي مازال اجيال غادي يجيو يخدموا فيه. نرجعوا الحقوق المسلوبه لامهاتنا الارامل اللي كانوا الازواج ديالهم واحد النهار هما القلب النابض ديال الشركه واللي كانوا كيساهموا بواحد الطريقه الكبيره بانهم يبنيو هاد الشركه اللي حنا خدامين فيها اليوم. ابائنا المتقاعدين اللي سطروا لنا الطريق ووراونا كيفاش نخدموا قبل ما يمشيو، والناس اللي هما ساهموا في انهم يوقفوا هاد الشركه. ولا بد الحقوق ديالهم خاصها ترجع، والحقوق ديال الاخوان المزاولين اللي مازال الطريق قدامهم ضروري حتى هي خاصها ترجع. المهم الاخوان نوصيكم بالصبر العقلانيه والحكمه، وخليكم دائما اليد في اليد. كان معكم خوكم عبد الوهاب، دمتم سالمين، خليكم مع احداث الوقفه. تهلاو. البرنامج الصعيدي ديالنا الاخوان درنا الشهر المده ديال 2 و3 و4 عندنا غدا الخميس والجمعه الشهر ديالنا كنكملوها الخميس والجمعه. اسمعني مزيان عندنا 2 و3 كاين عيد الله يدخلوا عليكم الصحه والعافيه اخوان. من ورا العيد احنا غدا غنكتبوا رساله، اسمعني مزيان، غدا الاخوان غنكتبوا رساله لوالي مدينه الدار البيضاء السيد مهيديه، الرساله المفاد ديالها اسمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الى السيد مهيديه والي مدينه الدار البيضاء، نخبرك كمساولين ومتقاعدين داخل هذا القطاع وداخل هذه المدينه مدينه الدار البيضاء محمديه اننا كعمال نتعرض الى تعسف كبير طال كل من التعاطي، بحيث اننا لدينا اقتطاعات كل شركات داخل ارض الوطن. ما يحسون في النفس اننا كعمال داخل هذا القطاع لم يأتينا أي رد من الجهات المعنية، سواء السلطة الرئاسية، سواء المؤسسات، سواء السيد هبطي، سواء الإدارة، سواء الكتاب العامون، سواء أبو نهاب. لكن للأسف الآن نلتمس من السيد هبطي كما عهدناك في 25 سنين المهدية، كما عهدناك في 25 وقفة من النضال السلمي والمعبر، وذلك لا تجعل مجموعة من التعسف. لهذا السيد هبطي نخبرك السيد مهيدية بأننا سنباشر بالبرنامج الصعيدي بعد ندائنا إليك 25 وقفة على أننا سيتم توقيف العمل، وهذا ليس من أجل
التفاصيل. احنا بغينا ضمانات تكون شخص الجهات الوصيه على هذا البيضاء. كان ضمانات من عند السيد الوالي، من عند السيد العطي، من عند المحاورين ديال الجهه، من عند ناس اللي هما في عمده مدينه الدار البيضاء. مرحبا، حوار بناء نحافظوا على السير والاجتماعي. ما كانش هادشي الاخوان، لا ان شاء الله الاخوان غير علينا بحال الشهر غنمشيو جايين بكري وكنقلبوا على الناس ونقولوا لهم وقفوا وخرجوا تحركوا وكونوا رجال. ولكن عندي اليقين ان الناس والله شغل واقفين. وتحيه اللي زو كيسور اللي دخلوا، وتحيه اللي غلفوا اللي دخلوا على الشهر. نهار الشهر الصباح، وتحيه لي زون كيسور اللي دخلوا نهار الشهر الصباح. النظام ديال العمل ديالو بغيتو النظام ديال العمل ديالو كيكون عادي يستوصل، ولكن دخلوا زادوا الاخوان ديالو وعطاو واحد الجماليه وعطاو واحد الاحترام. الاخوان ديالو باش يحسوا بلي راه ماشي وحدهم، حنا كلنا لحدود. ونقول لكم واحد الحاجه، المديريات فيها 58 عام ونوقفوا حنا 5. ماشي ما بغاوش يوقفوا معنا كاملين، نوقفوا كل شهر حنا 50 في كل مديريه. والله لا قاسنا واحد. وشوف اسمعني مزيان، اسمعني مزيان، اسمعني مزيان. حنا اليوم كنكشفوا التاريخ وكنكشفوا حنا رجال.